الإعلامي المشهور أو الفنان المشهور أو الأستاذة المشهورة نفعوكي بإيه؟ الممثل أو الممثلة لما هتاخدي قلم شبه اللي أنا خدته في 2013 هتعرفي إن العالم حواليكي كله مزيف، وأولهم أهلك. أما في قضية رأي عام، يسرا عملت المسلسل، مش محتاجين مواقف صعبة عشان خاطر نقول احنا تعرضنا لكيت أو كيت من الحاجات. مش محتاجين مواقف صعبة علشان نحب أو نكره. انك تكرهي الناس او تحبيها امر لا يعنيهم اطلاقا. مصر عايزاكي تنتبهي لشعبها عشان تهبش عرضك، تهتمي بالتعليم بتاعها عشان يتاجروا في عرضك، تهتمي بيهم كمصريين، وتثقي وتحبي شرطتها وجيشها واعلامها وتمثيلها. ومصر حلوة في كل حالتها. طب مصر عملت لك ايه لما جوعتي؟ ولا حاجة. لما تعبتي؟ ولا حاجة برضه. مطلوب مننا ان احنا نعيش حاجة قليلة، وهم كمجتمع غني او معاه فلوس، مش شرط كممثلين وفنانين، وانا ما اقصدش ناس بعينها وما بكرههمش بالمناسبة. بس الناس دي عملت لي ايه لما انا اتأزمت في حياتي عشان يبقوا هم محور اهتماماتي وتركيزي. وبخص بكلامي الناس اللي عملت افلام ومسلسلات تمجيد في الشرطة والجيش ونفخ في مصر قد ايه هي حلوة. والناس اللي في البلد في التعليم والمدارس والجامعات علمتنا ان الدولة دي حاجة حلوة. ولما اتهبش لحمنا بقى وشنا في الارض ومش لاقيين حد يقرب مننا ويحبنا ويخاف علينا، يبقى جريمتك انك بنت عوزتي تحبي شاب وكان عندك مشاعر عايزة راجل يضلل عليكي ويحبك ويعاملك بما يرضي الله. بقى كفر عند المصري. مش مطلوب منك تقلي قوي في معاملة المصريين، ولا تقتنعي بعبط الإعلام انك فقيرة، انك ما حلتكيش، انك امكانياتك المادية بسيطة، ان الناس دي عالية كلها شرطة بجيش بشعب وانت تحت وقليلة، هم عاليين وانت واطية. لا يا حبيبتي، ممكن يكونوا هم اللي واطيين ويمثلوا ان هم عاليين وانت اللي عالية. متجريش ورا ناس انت ما تعرفيهاش، ولا تبصي على ناس ما تعرفيهاش، ولا تحكمي على ناس ما تعرفيهاش، ولا تطلبي انتماء لناس ما تعرفيهاش. متمشيش ورا اي دعوات. اللي عايز يحطنا في كورنر ان احنا مشلولين وناس بسيطة ومنتظرين الايد اللي تيجي تتمدلنا، متشكرين مش عايزينها. على رأي عادل امام في الفيلم بتاع امير الظلام، انا مش حيوان بريء على كتفك. هتطبطبي عليه ويصعب عليكي وتعيطي عليه قدام الناس. احنا مش محتاجين دماغه، احنا اخر حاجة محتاجين ليها هي دماغه.